السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. أهلا بيكم في درس جديد، درس في التاريخ دخول العثمانيين مصر. درس بسيط وسهل مفيش فيه أي حاجة. سيب اللي في إيدك بقى كده وركز معايا وهنلخص الدرس واحدة واحدة. زي ما احنا متعودين دايما بنقسم الدرس بتاعنا في البداية للنقاط الأساسية. واحدة واحدة كده مع بعض نعرف الدرس بيتكلم عن ايه. هنتكلم في الدرس على ثلاث حاجات، ثلاث نقاط. أول حاجة دولة المماليك، والنقطة التانية الدولة العثمانية، والنقطة التالتة سيطرة العثمانيين على مصر والشام. يبقى الدرس بيتكلم على ثلاث حاجات: دولة المماليك، الدولة العثمانية، والعثمانيين لما سيطروا على مصر والشام. نبدأ مع بعض بسم الله. أول حاجة دولة المماليك. مين هم المماليك؟ أو يعني إيه المماليك؟ المماليك كلمة جمع مفردها مملوك، ومملوك يعني عبد. زمان كان بيتم شراء العبيد أو المماليك من الأسواق زي ما بتشتري أي سلعة. طبعا ده مش موجود دلوقتي، كان موجود زمان عادي جدا، واحد ينزل في السوق وبيشتري عبد لأكتر من سبب، إما للخدمة أو العمل في الحقل أو العمل في أي مكان. لكن بعد كده بدأوا يشتروا المماليك دول بهدف الدخول في القوات أو الجيش، كجنود في الجيش. فالمماليك عبارة عن غلمان كانوا بيتم شرائهم، واللي بيشتروا طبعا السلاطين والأمراء، ويتم تدريبهم على الفروسية، الجنود في الجيش. وبعد كده أصبحوا إيه؟ قادة في الجيش. طبعا اللي بدأ الموضوع ده من زمان، لكن كان موجودين بكثرة أيام الدولة الأيوبية، اللي هي طبعا أحفاد وابناء صلاح الدين الأيوبي كده عارفينه. بعد سقوط الدولة الأيوبية المماليك تولوا الحكم. فبيجي لك سؤال يقول لك أكمل. تولى المماليك حكم مصر والشام بعد سقوط الدولة الإيه؟ هتقول الدولة الأيوبية. يبقى المماليك عبارة عن غلمان أو أطفال صغيرين كان بيتم شرائهم وبيتم تدريبهم على الفروسية. لما كبروا أصبحوا جنود وقادة في الجيش، وتولوا الحكم بعد سقوط الدولة الإيه؟ الأيوبية. طب مكانهم فين؟ حكموا أنهي منطقة؟ حكموا أول حاجة مصر زي ما أنت شايف في الخريطة، وبلاد الشام واليمن، والجزء دوت اللي هو على ساحل البحر الأحمر الشرقي، وجود حاليا الحجاز أو مكة والمدينة. بيقول لك إيه؟ أكمل. تولى المماليك حكم إيه المناطق اللي حكموها؟ هتقول مصر والشام واليمن. تولى المماليك حكم ايه؟ مصر والشام واليمن. اتفقنا كده، عرفنا مين هم المماليك وتولى الحكم بعد ايه؟ بعد سقوط الدولة الأيوبية زي ما وضحت لك. وحكموا ايه؟ مصر والشام واليمن. تمام يا شباب؟ طب المماليك مروا بفترات قوة، غنى، ثروة، ازدهار. كلمة ازدهار عشان في ناس مبقاش عارفة معناها. ازدهار يعني قوة وغنى وثروة. أسباب بقى ازدهار دولة المماليك، بيجي لك كده سؤال: بما تفسر ازدهار دولة المماليك؟ إيه السبب؟ موقعها الجغرافي وسيطرتها على طرق التجارة بين أوروبا والشرق. مش فاهم حاجة؟ بص معايا كده على الخريطة. ادي عندك مكان دولة المماليك، ادي قارة افريقيا وقارة اسيا وقارة اوروبا. زي ما انت شايف موقعها متوسط بين الثلاث قارات، وكانت حركة التجارة بين قارة اوروبا والشرق في اسيا كانت بتمشي بالطريق دوت وبتمر من داخل دولة المماليك. فالتجارة وهي رايحة وجاية بتعدي على المماليك، فبيدفعوا طبعا فلوس مقابل هم بيسمحوا لهم ان هم يعدوا من اراضيهم. طبعا الفلوس ديت كانت مصدر ثروة وغنى وقوة لدولة الايه؟ المماليك. لما يقول لك سؤال بما تفسر ازدهار دولة المماليك، هتقول بسبب موقعها الجغرافي وسيطرتها على طرق التجارة بين اوروبا والشرق. دي كده فهمناها. طيب بعد كده بقى تعرضت المماليك لعوامل ضعفت الدولة. ايه السبب؟ بيقول لك بما تفسر تدهور دولة المماليك. السبب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الأوضاع السياسية. يعني لو سألتك سؤال بما تفسر أسباب ضعف دولة المماليك، عندنا سببين: تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الأوضاع السياسية. طيب النقطة الأولانية اللي هي تدهور الأوضاع الاقتصادية، لو سألتك فيها سؤال بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية للمماليك، إيه السبب؟ السبب ببساطة إن البرتغاليين اكتشفوا طريق جديد للتجارة اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. من اللي اكتشفه؟
البرتغاليين. ايه بقى قصة الطريق دوت؟ زي ما قلت من شوية، موقع دولة المماليك موقع متوسط، وكانت حركة التجارة بتمر من أراضيهم بالشكل دوت. لكن بعد كده البرتغاليين اكتشفوا طريق جديد غير الطريق دوت، وهو بيدور حوالين زي ما انت شايف قارة أفريقيا. الطريق الجديد دوت اسمه طريق ايه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى السؤال هنا هيجي لك ازاي؟ يقول لك بما تفسر سوء الأوضاع الاقتصادية للمماليك، هتقول بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. يقول لك سؤال تاني أكمل، اكتشف مين أو اكتشف يعني طريق رأس الرجاء الصالح؟ الإجابة البرتغاليين. سؤال تالت أكمل، اكتشف البرتغاليين طريق نقط، هتقول له طريق رأس الرجاء الصالح. آخر سؤال في الجزئية ديت يقول لك أكمل، طريق رأس الرجاء الصالح يدور حول قارة إيه؟ طبعا حول قارة إيه؟ أفريقيا. اتفقنا يا شباب؟ ده النقطة الأولانية، تدهور الأوضاع الاقتصادية. طب بقى سوء الأوضاع السياسية، إيه السبب اللي أدى إلى سوء الأوضاع السياسية لدولة المماليك بما تفسر؟ الإجابة بسبب الصراع بين المماليك على السلطة. كل واحد من المماليك عايز يكون هو السلطان، وكل واحد معاه القوات بتاعته، فبيتخانقوا مع بعض، بيتقاتلوا علشان مين فيهم اللي يكون هو السلطان، ودوت أدى إلى ضعف الدولة. اتفقنا يا شباب؟ يبقى كده المماليك في الفترة دي كانت دولة ضعيفة بسبب الاقتصاد في تدهور، بسبب الرجاء الصالح والصراع ما بينهم على السلطة. ده بالنسبة لأول نقطة اللي هي دولة الإيه؟ المماليك. اتفقنا؟ النقطة التانية بقى اللي هي الدولة العثمانية. الدولة العثمانية، مين هم العثمانيين دول؟ العثمانيين عبارة عن ناس كانوا عايشين في وسط قارة آسيا، في منطقة اسمها آسيا الوسطى، وتسموا باسم العثمانيين نسبة إلى مؤسس الدولة أول واحد، وهو عثمان ابن أرطغرل. يبقى العثمانيون قبائل من آسيا الوسطى عرفوا بالعثمانيين نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان بن أرطغرل. دوت أول اسم علينا في الدرس، عثمان بن أرطغرل ده مؤسس الدولة العثمانية. طب مكانهم فين؟ أدي عندك هنا قارة آسيا لسه قايلينها من شوية. المنطقة بقى ديت اللي في وسط آسيا، المنطقة دي اسمها منطقة آسيا الوسطى. هنا بدأ وجود العثمانيين، انتقلوا من المكان دوت إلى مكان تاني اللي هو حاليا دولة تركيا، وأقاموا فيها دولتهم اللي هي الدولة العثمانية، واتسمت بالاسم نسبة إلى مؤسسهم مين؟ تمام، عثمان ابن أرطغرل. اتفقنا يا شباب؟ طيب الدولة بدأت إمتى؟ بدأت في أواخر القرن ال 13 الميلادي. يبقى العثمانيين اتسموا بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس دولتهم عثمان بن أرطغرل. طيب ادي عندك هنا الدولة العثمانية، كان في وهنا دولة المماليك. كان جنبهم بقى جنب الدولة العثمانية دولة تانية اسمها الدولة البيزنطية. الدولة الايه؟ البيزنطية. وكانت عاصمتها مدينة هنا اسمها مدينة القسطنطينية. يبقى انت عندك ادي الدولة العثمانية وجنبها دولة تانية اسمها الدولة البيزنطية، العاصمة بتاعتها اسمها مدينة القسطنطينية. وكان على مدار سنوات طويلة بين الدولتين العثمانية والبيزنطية حروب طويلة، لغاية لما جه سلطان من العثمانيين واسمه محمد الثاني، انتصر على الدولة البيزنطية ودخل المدينة اللي هي مدينة القسطنطينية واتخذها عاصمة للدولة العثمانية، وضم أراضي الدولة البيزنطية ليه، وأصبحت القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية. وعلشان كده عرف محمد الثاني باسم محمد الفاتح. يعني لما أسألك سؤال أكمل، قام السلطان نقط بفتح مدينة القسطنطينية، هتقول لي محمد الثاني صح أو محمد الفاتح صح، وأصبحت القسطنطينية هي عاصمة الدولة الإيه؟ العثمانية. تمام. بعد محمد الثاني جه حفيده بقى، وهو سليم الأول، ده حفيد محمد الفاتح. لما تولى الحكم اتجه بقى بالقوات ناحية الشرق، ناحية الشرق العربي اللي فيه دولة ايه؟ بالظبط كده، دولة المماليك. اتفقنا؟ اتجه امتى بقى؟ في القرن الستاشر، وده الاسم الثالث علينا، سليم الأول. بكده خدنا عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وبعد كده عندك محمد الثاني أو محمد الفاتح الذي فتح مدينة القسطنطينية،
وبعد كده عندك سليم الأول اللي اتجه بقواته نحو الشرق. بيقول لك سؤال أكمل، اتجه السلطان مين نحو الشرق في القرن الستاشر؟ هتقول لي السلطان سليم الأول. تمام، ادي عندك هنا الدولة العثمانية، وتحت هنا دولة المماليك في مصر والشام واليمن. قامت بقى ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك معركة في بلاد الشام اسمها معركة مرج دابق، دي سنة 1516. مين كان بيحارب مين؟ الأطراف. كان الأطراف أو مين بيحارب مين؟ يعني العثمانيين والمماليك، الدولة العثمانية ودولة المماليك. النتائج بقى بتاعة المعركة ديت، معركة مرج دابق، نتج عنها إن العثمانيين هم اللي انتصروا والمماليك اتهزموا وخسروا الحرب، والعثمانيين دخلوا بلاد الشام وأصبحت بلاد الشام ولاية عثمانية. يعني لما أسألك أقول لك أكمل، أصبحت بلاد الشام ولاية عثمانية بعد معركة إيه؟ هتقول لي معركة مرج دابق. أو أسألك سؤال بشكل تاني، أكمل، أصبحت بعد معركة مرج دابق أصبحت نقط ولاية عثمانية، هتقول لي إيه؟ بلاد الشام. اتفقنا؟ السلطان بقى اللي كان سلطان المماليك اللي كان في معركة مرج دابق قتل في المعركة، وتولى من بعديه سلطان تاني. اسمه ايه بقى السلطان دوت؟ اسمه طومان باي، وده الاسم الرابع اللي علينا. يبقى طومان باي دوت السلطان او سلطان المماليك الجديد. قامت بقى حرب تانية ما بين العثمانيين وبين المماليك في مصر اسمها معركة الريدانية سنة 1517. الأطراف بقى تاني مين بيحارب مين؟ الأطراف عندك العثمانيين بقيادة سليم الأول، والمماليك بقيادة مين؟ طومان باي. نتج عن المعركة ديت برضو انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك، والعثمانيين دخلوا مصر وأصبحت مصر إيه؟ ولاية عثمانية. أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. يبقى أنت عندك الشام أصبحت ولاية عثمانية بعد معركة مرج دابق، ومصر أصبحت ولاية عثمانية بعد معركة الريدانية. وطبعا بعد كده العثمانيين خدوا بقية أراضي الدولة المملوكية لغاية الإيه؟ اليمن. اتفقنا يا شباب؟ يبقى كده آخر سلطان للمماليك مين؟ طومان باي. يقول لك من هو آخر سلطان المماليك في مصر؟ طومان باي. ايه السؤال بقى المهم جدا في الآخر؟ يقول لك بما تفسر أسباب هزيمة المماليك. ليه المماليك خسروا في المعركتين في مرج دابق والريدانية؟ عندك 3 أسباب. أول سبب عدم الاستقرار الداخلي. طبعا المماليك بيتخانقوا مع بعض مين يكون هو الحاكم، مين هو السلطان، ودوت أضعف الدولة. والسبب الثاني التدهور الاقتصادي. والسبب الثالث الأساليب الحربية القديمة. اتفقنا يا شباب؟ وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. أرجو تكونوا استفدتوا معنا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.